اوعى تقلب النهار لليل والليل نهار، اوعى. ليه؟ لانك انت قلبت الليل نهار. شوف اللي حصل ايه، زي ما دلوقتي بيسهروا للصبح وللفجر وبعدين يصبحوا يناموا في. صباح الخير والرزق، تفاؤل وصباح النشاط وكل حاجة يا رب حلوة، ودايما يا رب تكونوا بخير، ويا رب يكون عيد سعيد علينا كلنا يا رب. تعال النهاردة هنضف التلاجة، وفي آخر الفيديو هعمل فنجان قهوة. كملوا الفيديو معايا للآخر. شكرا لكل المتابعين وكل المشتركين، وشكرا لتعليقاتكم الجميلة، وشكرا لكل اللي بيعمل مشاهدة للفيديو بتاعي. النهاردة بقى قلت لازم ننضف التلاجة، يعني بقى لها مدة من قبل رمضان انا ما نضفتهاش وفضيتها. ايه الاطباق اللي انا حطاها ديت اطباق بتتباع عادي، التلاتة كانت ب15 في السوق اللي هو الاسواق اللي هي بتبقى يوم في الاسبوع، بيتباع التلاتة ب15. فانا جبت التلاتة، وبعدين رجعت جبت تاني اللي هو البامبا دوت، بعملها زي منظمات. ممكن كمان تعمليها ان انت تحطي فيها العيش، هي تستعمل لكذا حاجة يعني. ممكن تتحط على التسريحة، تحطي فيها التوك والبنس والمشاط. فانا حطاها في التلاجة بتاعتي ليه حلوة بقى، يعني درج زي اللي تحت البامبا ده، فيه البرطمان اللي فيه الدقيق والجبنة وفي برطمان كمان حاطة فيه حاجات. الخضار، هوريكي كمان الخضار اما يتحط في التلاجة من غير اي ما تلفيه باي حاجة، فوطة نظيفة، ورق، كتب، مناديل اللي هي كلينكس، يفضل بيعرق كده والخضار ممكن يبوظ. انا كنت لسه جايباه امبارح، عرق ونضح ميه جامده قوي، لان الخضار بيتنفس، فالميه اللي بتنزل بخار الميه ده بتبوظه. فانا بعد كده بعد ما اخلص تنظيف التلاجة، طبعا انا بطلع الدرج اللي تحت ده فيه طماطم وفلفل وعيش، وده اللي باقي من البطيخه. الجو حر اليومين دول، فالبطيخه حلوه قوي. في اول الفيديو انا كنت فاتحه الشباك وماسكه طبق صغير، الطبق الصغير دوت طبق تقيل شويه. انا يعني اذا كنتش طلعت صدقة اي حاجة، بحب الصبح اول حاجة الشباك عندي بتاع المطبخ بتيجي عليه عصافير، فانا بحب احط لهم مية، يعني سقيا الماء، يعني ابسط حاجة ان انا احط شوية مية العصافير تيجي تشرب. فبحب اول ما اقفل الشباك وانا واقفة على البوتاجاز اشوفهم وما اعملش صوت، اما اشوفهم وهم جايين بيشربوا، تقف على حرف الطبق وتشرب بالراحة كده، فما بعملش صوت لغاية اما هي تشرب. انا بفضي بقى التلاجة زي ما انتوا شايفينها، بنزل كله. الارفف بتاعتي صدت زي ما انتوا شايفين، صدت وعايزة تترش وعايزة حاجة. جربت احط اللي هي المفارش بتاعت التلاجة، لقيتها ان هي بتمنع التلاجة ان هي تتلج كويس، والحاجة بتبقى افضل زي ما هي. فلا مش عايزة ابوظها، ودرجة السقعية اللي فيها كده هتبوظ من المفارش. يمكن ما بتمشيش مع كل التلاجات، جيت انزل العلب اللي فوق كانت هتقع. جربت كذا مرة احط ورق ألموني عليها، لقيتها لا ما بتتلكش. في ايه، جربت احط مفارش اللي هي بتاعت التلاجة اللي بتتباع مع بعض، طقم مع بعض، لقيتها برضو بتخلي الحاجة اللي محطوطة في التلاجة ما بتسقعش. فانا كده مش هحافظ على درجة السقعية والتبريد اللي فيها. فيمكن المفارش دي تمشي مع التلاجات تانية، ما تمشيش مع التلاجة عندي، لان الرفوف زي ما انتوا شايفين بتاعتي متفرغة. مش في تلاجات طالعة الرفوف بتاعتها باغ اللي هي بلاستيك قوي، دي اللي ممكن تتفرش فيها. هنا انا طلعتها كلهم بقى وحطيتها في الارض، وفضيت التلاجة كده يعتبر كلها. ما بحبش بقى ادلق ميه كتير، حطيت بس شويه صابون سائل وشويه ميه وشويه خل بس. في ناس بقى بتحب تغسل، انا التلاجة عندي ما بحبش اغرقها، لان التلاجة اللي عندي القديمه بوظت الفريزر بسبب الميه الكتير اللي انا كنت بدلقها. بس شويه ميه بقى صغيرين كده على الصابون السائل بس، وقعدت بقى بالليفه. لا ده حاجه كويس، الليفه دي يمكن خشنه شويه بس مش بتجرح، يعني مش هتجرحها يعني. في الليف اللي هي الستانلس اللي هي الخشنه قوي دي، لا انا ما بحبهاش. بس انا خلصتها كلها. وطبعا الفريزر انا عاملاه، التلاجة عندي جزئين، جزء التلاجة اللي فوق واللي تحت فريزر 3 درج، فهي بقى لها مدة عندي، فانا بحاول على قد ما اقدر احافظ عليها، لان انتوا عارفين اسعار دلوقتي التلاجة ما بقتش رخيصة، فانا بحافظ عليها. لان التلاجة القديمة اللي كانت عندي كانت اكبر من ديت، وكان الفريزر بتاعها اللي هو ليه باب برضو لوحده، بس معرفش يعني هي باظت،
من المية. هو اما جه بتاع الصيانة، فني الصيانة، قال لي ان هي فيها عيب، الموديل بتاعها كان فيها عيوب. فديت بعد ما جبتها حاولت على قد ما اقدر ان انا احافظ عليها بقى، ايه، ان كل فترة، يعني مش كل شهر تتغسل، لا. اولا انا حاطه المنظمات اللي فيها عشان اطلع المنظم ده، انا فرشه فيه ورق اللي هو بتاع الكراريس بتاع الكتب، فبطلعه ارتب بس رف رف. طبعا الدرج اللي تحت اللي فيه الخضار ده بيترتب كل اسبوع كل اسبوع. والرفوف اللي فوق فيه السكر. العلب اللي انتوا شفتوها دي العلب اللي فيها الدهن، اللي انا بجيب كيلو من عند الجزار، وبسيحه بشوية زيت، وبعد ما بيسيح ويبرد احطه في العلب. بعدين بعد ما يجمد بقى وادخله التلاجة، بطلعه واكسره، اعمله مكعبات صغيرة. بعمله بقى حلو قوي في الطبيخ، في بامية ومع الملوخية مع كل الطبيخ. بحط مكعب صغير كده، يدي ريحة واوفر شوية من عن السمنة. بس برضو ما بيمنعش، بجيب برضو سمنة عشان الرز وعشان المكرونة، فبجيب برضو علبة سمنة. بس الدهن وعلبة السمنة بيقعدوا معايا اكتر من شهر. كده انا عماله اعمل الجناب كمان الحروق اللي في الجناب اللي انتوا شايفينه اللي بيدخل عليه الرف، كمان بنضفه لان لقيته مش نضيف، فبنضفه انا بعد ما عملتها ونشفتها، يعني في معايا الاول فوطه مطبخ بمسح بيها، بعدين فوطه ناشفه تاني بنشف بيها. انا بنضف التلاجة مش عشان العيد، انا بنضفها كل مثلا شهرين تلاتة، كل شهرين تلاتة بنزل كل اللي فيها وابتدي بقى انضفها واشوف الحاجة. كمان الفريزر كل شهرين تلاتة، كمان ممكن يقعد الفريزر اكتر من شهرين. الفريزر عندي الجزء اللي تحت في التلاجة بيعمل تلج، فلازم اتابعه كل شهرين تلاتة، لان لو عمل تلج زيادة ما بيخليش الباب بتاع الفريزر يتقفل. عشان كده بتابعه على طول واتأكد ان هو التلج مش زيادة، عشان الباب يتقفل ويشتغل الفريزر كويس. بس هفضل بقى انضف. طبعا انا شلت الارفف اللي في باب التلاجة ونضفت باب التلاجة كويس. الجزء اللي انا بمسحه اللي تحت ده الباب بتاع الفريزر اللي تحت. فبعد ما بخلصها انا هعيد عليها ليه، لان لقيت، بص اللي انا بنضفه دوت تلج، عامل تلج، فانا بمسحه من بره. كمان الجزء اللي تحت اللي فوق ده بيعمل تلج، ففي الصيف لو قربتي حاجة لظهر التلاجة لورا بتعمل تلج. فبحاول على قد ما اقدر احط حاجات بلاستيك، او احط الطبق الالومنيا اللي انتوا شفتوه اللي انا نزلته، عشان اي كيس هتقربيه لظهر التلاجة هيعمل تلج. بالذات ان انا التلاجة عندي بتعمل تلج، يعني مش نو فروست، لا بتعمل تلج. خلصت بقى الباب بتاع التلاجة ومسحته كله. اي جزء بقى لقيت نفسي ما نضفتهوش بعيد عليه تاني. نشطتي بقى وتشجعتي نضفي التلاجة، لان مش هتاخد منك وقت كبير، كل حكاية بس نزلي التلاجة الحاجة الوحيدة بقى مينفعش ننضفها جزء جزء، يعني مش هينفع ننضف من فوق لتحت، لان لو نضفتي الرف اللي فوق هيقع على الرف اللي تحت. فانا عشان كده نزلتهم كلهم الارفف في الارض. انا نزلتهم كلهم في الارض، بس انا عاملاهم منظمات، يعني هتسهل عليا اما اجي اطلعهم. يا دوبك بس هحط الارفف واحط المنظمات عليه. طبعا انا نضفت كل المنظمات وغيرت الورق ورتبتها تاني وغسلتها ونشفتها، وبقى رتبت الحاجة تاني. هتشوفوا كمان شوية انا رتبتها، خدتش وقت كبير، يعني كل حكاية نص ساعة كنت نضفتها. ليه انا بقى بعيد عليها تاني؟ لقيت ان لا، في جزء لسه عايز يتنضف تاني، فبعيد عليها بالراحة كده، بشيل اي جزء انا شايفة ان هو عايز يتنضف تاني وعايز تنظيف. بس معلش يعني هنتعب شوية، بس هتقعد معاكي كده نضيفة، وهتفتحيها تلاقيها نضيفة وبتلمع. بص الحز اللي جوه اللي بيدخل فيه الارفف كمان مجمع وساخة كده، فانا بنضفه بس وبنشفه. بقى معايا فوطين من المطبخ، واحدة بمسح بيها وواحدة تانية ناشفة بنشف بيها على طول. انا مش مسرعة الفيديو عشان اوريكم ان هي ما خدتش وقت كبير، يعني زيادة عن وقت الفيديو هي خدت كمان مثلا 10 دقايق كمان عقبال ما نضفت الاطباق اللي انا عاملاها منظمات يعني فيها. بس هي التلاجة بتاعتي كمان مش كبيرة، مش هتاخد. لو تلاجتك اكبر شوية برضو يعني هتاخد زيادة، ربع ساعة كمان، مش هتاخد وقت منك. فتشجعي بقى ونضفي التلاجة
عشان تبقى بتنضف كده وهي داخلة العيد. وكمان يعني كل فترة ننضفها. زي ما انا نضفت التلاجة ونضفت الضرفتين اللي ورا دول اللي انتوا شايفينهم، الضرفتين اللي فوق واللي تحت. خلاص انا خلصت التلاجة، انا كده خلصت المطبخ من فوق، المطبخ كله. وكمان خلصت التلاجة والبوتاجاز غيرت الورق الألمونيا بتاعته، بغيره كل شهرين. هنا انا رجعت المنظمات تاني بعد ما رتبتها، حطيت فيها الجبنة وحطيت فيها الخضار. الخضار اللي انتوا شايفينه الخيار والجزر، هفضي الكياس ديت والفها في ورق. كمان رجعت السكر اللي فوق وبرطمان الصلصة ورجعت كل المنظمات، والطبق اللي تحت اللي فيه الطماطم والعيش. انا كنت لسه جايبه الخضار امبارح، حاطه فيه ملياها يعني خضار، لان الخضار قبل العيد هتلاقي الاسعار ابتدت تزيد، فقلت اما اجيب من دلوقتي بالذات الطماطم عشان هتغلى، هتلاقي يوم الوقفه الاسعار بتغلى قوي. كمان باب التلاجة خلصته. كمان هنغسلها بقى وننضفها من بره، بشيل بقى اللعب والحاجات اللي انا حطاها، وبعدين برضو نضفتها من بره عشان تبقى نظيفة. زي ما نضفناها من جوه لازم ننضفها من بره. برضو نضفت الباب بتاع الفريزر من بره لتحت، والايد الباب الفريزر عندي فيه مكان كده تعرفي تفتحيه منه، برضو غسلته لان بيقع فيه ردة العيش اهو. بصي حتى عمالة انضفه، والتلاجة من الجنب كمان في الجنب التاني. تعالوا بقى نعمل فطار مع بعض، هنعمل بيض وهنعمل فنجان قهوة. بصي العين الصغيرة عندي بحط عليها الكوشة بتاعة العين الكبيرة عشان الكنكة بتاعة القهوة ما تقعش منك. حطيت فنجان لبن وعليه معلقة سكر، وهحط معلقة بن كمان كبيرة. انا بس الطاسة اللي ورا بنشفها لان كنت غسلاها، وهحط شوية زيت. حطيت معلقة بن وهسيبها بقى يعني اعلي النار، وبعدين بعد ما ادوب البن هوطي النار خالص عشان تستوي كويس. كان في بيضتين بقى انا دلوقتي هحط عليهم ملح وفلفل وكمون اهو، وربيتهم مع بعض وهنزلهم. بعد ما نضفنا التلاجة بقى نفطر، واللي عايز يفطر قبل ما ينضف التلاجة يفطر طبعا، يعمل فطار سريع كده، فطار سريع. الشباك بس انا بفتحه عشان ينور، تديها تقليبة كده. القهوة كانت خلاص استوت، يعني عقبال ما البيض استوى كانت القهوة خلاص. طبعا انا كنت موطية عليها عشان تستوي كويس القهوة. بس تعالوا بقى نصب القهوة. لو عجبكم الفيديو قولوا لي رأيكم في التعليقات. بس خلاص هو الفنجان ده اللي انا بعايره، هو مش فنجان قهوة. وشكرا لكل اللي بيشاهد الفيديو للآخر وبيدعمني بلايك وتعليق. ويا رب الفطار والتنظيف النهاردة للتلاجة يكون عجبكم، وشكرا على مشاهدتكم للفيديو. ويا رب دايما كلنا نبقى بخير يا رب وسعادة، وان على قد ما نقدر ننظف لو حاجات بسيطة كل يوم.